عندنا في سورة النمل فما آتاني الله خير مما آتاكم على لسان سليمان عليه السلام، كتبت في الخط بدون ياء في آخرها، كتبت في الخط بدون ياء في آخرها. حفص رحمه الله رواها لنا في الوصل بإثبات ياء المتكلم مفتوحة، فما آتاني نية. فإذا وقف إما أن يقف على الرسم يعني من غير ياء، فما آتان، أو يقف على الياء التي كان مثبتا لها وصلا، فما آتاني. حفص من طريق الشاطبية له فيها وجهان. نرى على اللوحة قرأ حفص قوله تعالى فما آتاني الله في سورة النمل بياء مفتوحة في آخره وصلا، وله في الوقف وجهان: إثبات الياء ساكنة فما آتاني، أو حذفها والوقف على النون بالسكون أو بالروم، فما آتان، أو فما آتاني آتاني. الروم ما هو؟ بعض الحركة كما قال الجزري: إلا إذا رمت فبعض الحركة. والروم لا يكون إلا مع قصر المنفصل، لأن حكمه حكم الوصل. الروم حكمه قال الجزري في الطيبة: وإن ترم فمثل ما تصل. وإن ترم فمثل ما تصل. ماشي الحال؟ نعم. قولوا ورائي: فما آتاني. هذا وجه الإثبات. فما آتان. إن وقفنا بالروم: فما آتاني. وضح؟